بيبدأ الفيلم بنوى وهي في حفلة عيد ميلادها ال18، وبيظهر ان نوى مش مبسوطة لان نيك حبيبها ما جاش الحفلة، وبنعرف ان نيك بيتدرب في شركة محاماة في سان فرانسيسكو. وبعدها جينا صاحبة نوى بتروح تقعد معاها علشان تخفف عنها، وبتطلب جينا من نوى ان هي تعذر نيك وما تكونش قاسية عليه. وبالليل بيجي نيك وبتجري عليه نوى وهي في قمة السعادة، وبتشوفها امها رافائيلا وجوزها ليستر، وبيكون واضح ان هما مش مبسوطين من اللي بيحصل. ووقتها نيك بيدي نوى سلسلة بمناسبة عيد ميلادها، وبتكون نوى مبسوطة بيها وطايرة من الفرحة. وفي اليوم اللي بعده بيخرجوا سوا وبيتفسحوا وبيروحوا اماكن كتير سوا وبيكونوا مستمتعين بوقتهم. وبالليل نوى بتحتفل مع زمايلها بتوديع المدرسة الثانوية، وبيكون نيك قاعد مع صاحبه ليون واللي بيبان عليه ان هو متضايق، وده بسبب ان جينا هتروح الجامعة وهتبعد عنه. وبيكون ليون قلقان ان جينا تسيبه لان هي في الجامعة هتقابل شباب كتير اغنى منه وهتنساه بسرعة. لكن نيك بيكون ليه رأي مختلف وبيفهمه ان دي مجرد تخيلات في دماغه، فبيفكروا ليون ان هما بيشتغلوا حياتهم مليانة مسؤوليات، وده هيكون ليه تأثير على علاقتهم بنوى وجينا وهيخلي في مسافة بينهم. فبيفكر نيك في كلام ليون وبيظهر ان هو اقتنع بيه. وتاني يوم بيروح ليون السجن علشان يزور اخوه لوكا، وبيكون ليون محبط جدا وبيبلغ لوكا ان هو مش هيقدر يكمل في الورشة لوحده، وبيعرفه ان الديون كترت وهو مش هيعرف يسدها، وان اسلم حل ان هم يقفلوا الورشة. ولكن لوكا بيرفض ان الورشة تتقفل وبيوعده ان هو هيتصرف. وفي نفس الوقت ده نوى بتكون خارجة من حفلة التخرج، وبتتفاجئ ان امها وجوز امها جايبين لها عربية هدية، فبتفرح جدا وبتشكرهم وبتاخد نيك في جولة بالعربية. وبيفاجئها نيك بعدها لما بياخدها وبيروح بيها على بيت فخم جدا، وهناك بيقول لها ان البيت ده هدية ليه من جده. وبيقول لها كمان ان هو قرر ان هو ما يرجعش سان فرانسيسكو ويكمل تدريبه في مكتب ابوه. فبتفرح نوى بقراره ده لانه هيفضل جنبها ومش هيسيبها، وبتكون عايزة تعيش معاه في البيت ده اثناء دراستها وما تروحش سكن الطلبة. لكنها بتلاحظ ان نيك بيتوتر لما بيسمع الكلام ده، فبتتوتر هي كمان وبتقوله ان هي اتسرعت في كلامها وبتسيبه وبتمشي. وفي اليوم اللي بعده بتروح نوى مع امها لسكن الجامعة، وهناك بيتفرجوا سوا على الشقة اللي هتسكن فيها نوى. وبتيجي واحدة ست ومعاها بنتها اللي هتسكن مع نوى في نفس الشقة، وساعتها نوى بتتعرف على البنت دي وبتعرف ان اسمها بريا. وفي نفس الوقت ده بيكون نيك في مكتب ابوه، وبيتعرف على بنت اسمها صوفيا بتتدرب معاه في نفس المكتب. وبيعرف نيك ان صوفيا تبقى بنت وزير العدل شخصيا، وبيقول لهم ليستر ان هما الاتنين هيشتغلوا سوا في قضية مهمة في المكتب. وبنروح لنوى اللي بتكون رجعت مع امها على البيت، ووقتها رافائيلا بتوري لنوى صورتها مع نيك، وبتقول لها ان هي لازم تقطع علاقتها بنيك لان ده هيأثر على سمعتها ومستقبلها. ولكن نوى بترفض وبتكون زعلانة لان رافائيلا بتتجسس عليها. لكن رافائيلا بتقول لها ان هي مش بتتجسس عليها وان الصحفيين هم اللي صوروهم سوا، وبتعرفها ان هي وجوزها قدروا يمنعوا الصور دي من النشر. وبتقول لها ان هي لازم تخاف على سمعتها لان الصحفيين هيطلعوا اشاعات كتير عليها، والحل الوحيد هي انها تبعد عن نيك، خصوصا وان نيك مشهور بعلاقاته النسائية. لكن نوى ما بتسمعش كلام امها، وبتقول لها ان هي عمرها ما هتسيب نيك لان هي بتحبه وبتسيبها وبتمشي. وتاني يوم نوى بتروح على الشقة اللي هي هتسكن فيها، ولكن بتتفاجئ ان بريا عاملة حفلة وعازمة فيها زمايلها. ولكن اول ما بتشوف نوى بتلغي الحفلة وبتمشي زمايلها من الشقة، وبعدها بتقعد مع نوى وبتعتذر لها، وبتقول لها ان هي ما كانتش متوقعة ان هي هتيجي في الوقت ده. وساعتها بيدخل عليهم شاب اسمه مايكل، واللي بيكون نسي الجاكيت بتاعه وراجع علشان ياخده. وبتعرفهم بريا على بعض، وبتقول لنوى ان مايكل ساكن في المبنى اللي قدامهم، وبتعرفها ان هو يبقى مستشار الطلبة في الكلية. وبعدها بنشوف نوى وهي خارجة مع نيك واخته الصغيرة ماجي، وبيكونوا مبسوطين جدا وهم بيلعبوا معاها. وبعد ما بيخلصوا لعب بتيجي انا ام نيك علشان تاخد ماجي، وبعد ما بتركبها العربية بتقرب من نيك علشان تتكلم معاه. لكن نيك بيرفض وبيزعق لها وبيقول لها تبعد عنه، وبيفكرها ان هي بقالها سنين ما بتسألش عليه ولا بتهتم بيه، وبيطلب منها ترجع لجوزها الجديد. فبتحاول تقرب منه تاني فبيسيبها وبيمشي. لكن لما بيرجع البيت بيكون متأثر جدا وبيعيط، وبيقول لنوى ان هو مش متخيل ان في ام ممكن تسيب ابنها. فبتقرب منه نوى وبتواسيه وبتحاول تخفف عنه، وبتاخده وبيخرجوا سوا علشان تخليه يغير جو. وبيوصلها نيك على شقتها وبيطلع معاها، ولكنه بينصدم لما بيشوف بريا قدامه، وبيظهر ان هما الاتنين يعرفوا بعض، ولكنهم بيخبوا ده قدام نوى. وبيبان التوتر على ملامح نيك وبيقرر يمشي. وساعتها بيقع منه تليفونه
مش بيشوفه، وفي طريقه للبيت بيكون باله مشغول وبيفكر في حاجة معينة، وفجأة بيلاقي السواق بيديله التليفون وبيقوله ان ليون عاوزه، وبيكتشف ساعتها نيك ان تليفونه مش معاه، لكنه بيرد على ليون وبيطلب منه يروح له بسرعة. فبيروح له نيك عند المكان اللي هو فيه، وبيكون ليون قاعد في عربيته وايده متعورة، وبيعرف نيك ان ليون عور نفسه لما حاول يفتح الطرد اللي بعته له اخوه لوكا، والمشكلة ان هو لقى جوه الطرد ده كمية كبيرة من الممنوعات. فبيلوموا نيك على اللي هو عمله، فبيعرفوا ليون ان هو واخوه عاوزين يسددوا ديون الورشة باي طريقة، وبيطلب منه يروح معاه علشان يسلموا الطرد لافراد العصابة وياخدوا الفلوس. فبيوافق نيك وبيروح معاه وبيدخلوا عند العصابة، وهناك بيتفاجئ نيك لما بيلاقي نوا جاية وراهم. فبيعتذر له ليون وبيقول له ان هو ما كانش عارف يوصل له، وان هو اتصل على نوا وعرفها باللي حصل. وبيتصدموا كلهم لما بيشوفوا رئيس العصابة، وبيطلع ان هو تونو اخو روني اللي خطف نوا قبل كده وبسببها دخل السجن. وساعتها تونو بيقول لهم ان الطرد اتفتح وناقص منه 100 جرام، وبيكون واضح ان هو بيتلكك وعاوز يعمل معاهم مشكلة، لكن نيك بيقول له ان هو هيدفع له تمن ال 100 جرام علشان هو مش عاوز يعمل مشاكل. فبيوافق تونو وبيبعت معاهم واحد من رجالته علشان يجيبوا الفلوس، ولكن ساعتها بتظهر بنت سكرانة وبتطلب من نيك ان هو يشرب مشروب ويدفع تمنه، وبيكون معاها صاحبها، وبيبان ان هما بيضايقوا نيك وبيستفزوه علشان يعمل مشكلة. فهنا بتتدخل نوا وبتدلق المشروب على صاحب البنت دي، وبيتضايق صاحب البنت وبيهجم على نوا علشان يضربها، ولكن نيك بيدافع عنها وبيضربه. ووقتها بتحصل خناقة جامدة جدا في المكان لحد ما بتيجي الشرطة وبتقبض على نيك ونوا وليون. وتاني يوم بيتصل نيك بصوفيا وبيطلب منها ان هي تخرجهم من مركز الشرطة، وبيطلب منها ان هي ما تجيبش سيرة قدام ابوه. فبتطمنه وبتوافق ان هي تساعده، وفعلا بتقدر صوفيا ان هي تخرجهم. وبنشوف نيك في العربية مع نوا، وما بيكونش عاجب نوا ان نيك اشترك مع ليون في تجارة الممنوعات، لكن نيك بيقول لها ان هو ما كانش يعرف، وان ليون فاجئه باللي هو عمله. وفي اليوم اللي بعده بتتفاجئ نوا بزيارة انا ليها، وبتقول لها انا ان هي عايزاها تساعدها علشان تقرب من نيك، وبتعرفها ان هي ما بعدتش عن نيك بارادتها، ولكن نوا بترفض تسمعها وبتقول لها تمشي. فبتديها انا الكارت بتاعها علشان لو حبت تعرف الحقيقة تتصل بيها. وبعدها نوا بتروح البيت علشان تجيب باقي حاجاتها، لكنها بتتفاجئ ان امها وجوز امها عازمين صوفيا وعيلتها على العشاء. فبتتضايق نوا لما بتشوف نيك واقف مع صوفيا وبيتكلموا سوا، وبتروح لها صوفيا علشان تسلم عليها، لكن نوا بتضايقها بالكلام. وبيجي وقت العشاء وبيكونوا كلهم قاعدين يتكلموا ويهزروا سوا، وبتكون نوا قاعدة متضايقة وغيرانة بسبب ان صوفيا بتقرب من نيك بطريقة ملفتة للنظر. وبيسأل ابو صوفيا نوا عن اخبارها في الجامعة، فبتفاجئ الكل وبتقول لهم ان نيك عرض عليها ان هي تعيش معاه في بيت جده بدل ما تقعد في السكن الجامعي، وهي وافقت. وبعدها بتسيبهم وبتمشي. فبتعتذر رافاييلا لعيلة صوفيا على اللي عملته بنتها، وبتقول لهم ان هي متضايقة لان اليوم ده هو ذكرى وفاة ابوها. ولما نيك بيسمع كده بيروح على المقابر على طول، وبيلاقي نوا قاعدة قدام قبر ابوها. وساعتها نوا بتقول لنيك ان هو لو مخبي عنها حاجة يا ريت يقولها، لانها مش هتسمح له يكذب عليها ويخدعها مهما حصل. فبيقول لها نيك ان مفيش حاجة هو مخبيها عنها، وبيعرفها ان هم عزموا صوفيا وعيلتها كنوع من رد الجميل لان هي خرجته من اسم الشرطة. ولكن نوا بتكون متعصبة وبترفض تسمع باقي كلامه وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيظهر ان نوا اتصلت بأنا وطلبت منها تيجي على البيت، وبيكون البيت فاضي ومفيهوش حد. وساعتها أنا بتوصف لنوا مكان سري جوا درج مكتب ليستر، وبتلاقي نوا ملف قضية وصاية أنا على نيك. فبتقول لها أنا ان جد نيك منعها ان هي تاخد وصاية على ابنها علشان هو ليه علاقات ونفوذ على القضاء. وبتعرفها ان امها كانت على علاقة بليستر اثناء ما هي كانت متجوزاه، وهي لما عرفت بكده قررت تخونه زي ما هو خانها، وده السبب اللي خلى ليستر يطلقها. وبتتصدم نوا لما بتشوف صور امها مع ليستر، وبتستغل انا انشغال نوا بالملف وبتروح الحمام وبتاخد فرشة اسنان ليستر من غير ما نوا تحس بيها. وبالليل نيك ونوا بيتعشوا سوا في المطعم، وبتتفاجئ نوا لما بتعرف ان نيك هيسافر لندن مع صوفيا علشان هيشتغلوا سوا في قضية تبع المكتب. فبتتضايق نوا ولكنها مش بتبين قدام نيك، وبتتمنى له التوفيق في شغله. فبيوعدها نيك ان هو مش هيتأخر عليها، وبيطلب منها تقعد في بيت جده لحد ما هو يرجع. ولما بيسافر نيك بيقابل جده وبيسأله عن اللي حصل لبريا، وبنعرف هنا ان نيك كان في علاقة مع بريا وعملوا حادثة عربية، وبريا اتصابت اصابات شديدة وفضلت فترة طويلة في المستشفى. ووقتها جد
فبيدي نيك طلب من نيك ان هو يختفي ويبعد تماما علشان الصحافة ممكن تعمل لهم فضيحة. فبيقول الجد لنيك ان بريا جات لها صدمة وان هي دخلت مصحة نفسية وقعدت فيها 2 سنين. وبعد ايام صوفيا بتكون مع نيك وبتجيلها رسالة بتعرف منها ان هم كسبوا القضية. فبيفرح نيك وبيحضن صوفيا وبيحتفلوا سوا بنجاحهم. وفي اللحظة دي بيظهر ان في مصور بيراقبهم وبيصورهم سوا. وفي اليوم اللي بعده نيوا بتكون سهرانة مع بريا ومايكل في شقتها وبيفضلوا يشربوا لحد ما بريا بتتعب وبتدخل تنام. فبيحاول مايكل يستغل الفرصة ويقرب من نيوا ولكنها بتصده وبتقول له ان هي عايزة تنام وبتوصله لحد باب الشقة. ووقتها بيشوفهم نيك اللي بيكون لسه راجع من لندن وبيتخانق نيك مع نيوا لان هي سهرت مع مايكل. فبتقول له نيوا ان الافضل ليهم ان هم ينفصلوا فترة وده علشان يعيدوا التفكير في علاقتهم. فبيديها نيك مهلة اسبوع علشان تفكر وبيقول لها ان هم هيتكلموا في حفلة الشركة اللي بتتعمل كل سنة واللي بيصادف ان ميعادها بعد اسبوع من اليوم ده. وبتمر الايام وكل واحد فيهم بيعيش حياته بشكل طبيعي لحد ما في يوم نيك بيقابل ليون وبيعرف منه ان هو هيشارك في سباق سيارات غير شرعي لان هو محتاج فلوس علشان يسدد ديون الورشة. فبيرفض نيك وبيقول له ان هو مستعد يديله الفلوس اللي هو عاوزها ولكن بلاش يشارك في السباق ده. لكن ليون بيقول لنيك ان رون اللي خطف نيوا قبل كده خرج من السجن وهيشارك في السباق. وساعتها بيغير نيك رأيه وبيوافق لان هو عاوز ينتقم من روني ويدفعه تمن اللي عمله مع نيوا. ولكن المشكلة ان السباق هيكون في نفس اليوم بتاع الحفلة. فبيفهموا ليون ان السباق هيخلص قبل الحفلة وان هم هيشاركوا في السباق الاول وبعدها هيحضروا الحفلة بشكل طبيعي. وفي يوم السباق بيقف نيوا قدام روني وبيكونوا على وشك ان هم يتخانقوا سوا. ووقتها بينصدم نيك لما بيلاقي نيوا داخله عليهم وبيعرف ان هي هتشارك في السباق معاهم. وكمان بيعرف نيك ان جينا صاحبة نيوا عرفت بالصدفة ان هم هيشاركوا في السباق وبلغتها. واول ما بيبدأ السباق بتظهر بريا وبتبلغ الشرطة وبيتفاجئ نيك ونيوا ان عربية الشرطة بتقطع عليهم الطريق. فبيتحدوا سوا وبيحشروا عربية روني بين عربياتهم وبيجبروه ان هو يخبط في عربية الشرطة وعربيته بتتقلب والشرطة بتقبض عليه. وبعدها بيقفوا عند خط النهاية وبيستنوا ليون لحد ما بيجي وبيعدي من خط النهاية وبيفوز بالسباق. وبيهربوا كلهم قبل ما تيجي بقى عربيات الشرطة وتهجم عليهم. وبعدها بيرجعوا على الحفلة وبيتفاجئ نيك ان نيوا عرفت بقصته مع بريا. فبيقول لها ان هو كان يعرف بريا قبل ما يعرفها هي وان هو بعد الحادثة معرفش عن بريا اي حاجة لان هي اختفت فجأة. وبيطلب منها تقول له قرارها بخصوص علاقتهم. فبتقول له ان هي هتعرفه بقرارها في اخر الحفلة. وبيتفاجئ نيك بعدها لما بيلاقي امه داخله عليه هو وعيلته وبتطلب من ابوه ان هم يتكلموا سوا. فبيخرجوا كلهم وبيروحوا على الحديقة علشان محدش يسمعهم. وساعتها انا بتحكي كل حاجة قدام نيك وبتعرفه بخيانة ابوه ليها مع رافاييلا اثناء جوازهم. وبتعرفه كمان ان جده هو اللي منعها من ان هي تكون وصية عليه. وبعدها بتطلع ظرف فيه تحليل حمض نووي والتحليل ده بيثبت ان ليستر يبقى ابو بنتها ماجي. وبتقول لنيك ان ابوه منعها تشوفه بسبب ان هو اتهمها بالخيانة وان ماجي مش بنته. فبينصدم نيك وبيسألها هي ازاي قدرت توصل للحمض النووي بتاع ابوه. فبتطلع له الفرشة اللي خدتها من الحمام. وهنا نيوا بتقول لنيك ان هي اللي ساعدت امه علشان تدخل البيت ولكن ما كانتش تعرف ان هي سرقت الفرشة. وساعتها بيتعصب نيك وبيسيبها وبيمشي. فبتروح وراه وبتقول له ان هي حاولت تساعده وتعرفه الحقيقة لكن نيك بيقول لها ان هي خدعته ودمرت حياته. وبيسيبها وبيروح لصوفيا وبيبوسها قدامها وبياخدها وبيمشي. وبيسيب نيوا وهي منهارة وبتبكي. لكن ليون بيروح ورا نيك وبيركب معاه العربية بدل صوفيا. ووقتها ليون بيقول له ان هو غلطان في اللي هو عمله وبيعرفه ان نيوا عملت كده علشان مصلحته. وبيطلب منه يراجع نفسه قبل ما يغلط غلطة هيندم عمره كله عليها. وفي الحفلة بنلاقي بريا بتقرب من نيوا وبتوريها صورة نيك وصوفيا وهم في لندن وبتقول لها في ودنها ان نيك ما يستاهلش دموعها. وفي نفس الوقت ده بتسرق منها مفاتيحها. وبعدها بيرجع نيك على الحفلة وده بعد ما اقتنع بكلام ليون وقرر ان هو يصالح نيوا ويعتذر لها. لكنه بيلاقي بريا قدامه فبيلومها علشان هي حكت قصتهم لنيوا. فبتقول له ان هي هتدفعه تمن اللي هو عمله معاها. وبتعرفه ان هي كانت حامل منه وانهم في المستشفى فهموها ان هي خسرت طفلها في الحادثة لكنها اكتشفت ان هم اللي اجهضوها اثناء العلاج. وبتقول له ان جده هو اللي عمل كده فيها لان هو صاحب المستشفى. فبيعتذر لها نيكو وبيقول لها ان هو ما كانش يعرف اي حاجة من اللي هي بتقولها. ولكن بريا بتقول له ان اعتذاره ليها مش كافي. لكن نيك بيتجاهل كلامها وبيسألها عن
عن نوى، فبتقول له ان هي راحت شقتها. فبيركب نيك عربيته وبيروح ورا نوى، ولما بيوصل للشقة بيفضل يخبط ومحدش بيفتح، فبيكسر الباب وبيدخل يدور على نوى ولكنه مش بيلاقيها. وبتكون وقتها في شقة مايكل لان هي اكتشفت ان المفاتيح مش معاها، فبيديها مايكل فوطة علشان تنشف بيها نفسها من المية، وبعدها بيقرب منها وبتحصل بينهم علاقة. لكن نوى بعدها بتحس بالندم بسبب اللي هي عملته، وبتقرر ان هي تسيب مايكل وتمشي. فبيديها مايكل جاكيت من بتوعه علشان تلبسه لان الفستان بتاعها لسه مبلول. وبعدها بتنزل نوى من شقة مايكل وهي حزينة، وبتلاقي نيك قاعد مستنيها في الشارع، واول ما بيشوف منظرها بيستنتج ان هي عملت علاقة مع مايكل وبيسيبها وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده نوى بتروح للمقابر وبتقعد عند قبر ابوها، وبتلاقي نيك كاتب لها رسالة على القبر وبيقول لها ان هو هيفضل جنبها ومش هيسيبها لاخر يوم في عمره. والرسالة دي طبعا هو كان كاتبها قبل اللي حصل، لكنها بتتضايق وبتمشي من المكان وهي محبطة. وبيخلص الفيلم. وما تنسوش تتابعوا قناتنا الجديدة اللي اسمها كي دراما، واللي مخصصة للأفلام والمسلسلات الآسيوية، وهتلاقوا الرابط بتاعها في أول تعليق. ونشوفكم الملخص اللي جاي.